صباح الفل يا دودو. عايزه احكي لك على حاجه مش عارفه هتصدقيها ولا لا. انا مهاجره انجلترا اهو بقالي كذا سنه، وشغاله فاميلي دكتور هناك. فدايما بسمع فيديوهاتك وكلامك ونصايحك وجايد لاينز وكل اللي بتقوليه. وهناك طبعا انجلترا ماشيين على جايد لاينز، لا بيقدموا ولا بيأخروا، يعني ما ينفعش يقولوا كلمه اكسترا ولا اقل. هم بيمشوا زي الساعه كده، ما عندهمش حاجه اسمها يعني هو العيان ده التشخيص كذا بتقولي له كذا. هم يعني ثابتين في كل حاجه. فانا بدات ان انا بعد ما اسمع فيديوهاتك ونصايحك والحاجات اللي بتقوليها للعيانين ان انا ابتدي اقولها للعيانين بتوعي، واديهم نفس النصايح واقول لهم نفس الكلام وكل الحاجات اللي انت بتقوليها وكده. بجد انت مش متخيله، انا في حته في الشمال فيها عنصريه عاليه، من المحجبات القليلين جدا هناك. فانا بالنسبه لهم حاجه غريبه، شكلي غريب، الاكسنت بتاعتي طبعا مختلفه عنهم. هم مش بيتقبلوا قوي كده الانجليزي، معتزين بنفسهم ولغتهم قوي. بس بدا ريسبشن يعني يقول لي ان دايما العيانين لما يخرجوا من عندي لا هم عايزين يتابعوا معايا انا، مش عايزين دكتور تاني. ودي حاجه بالنسبه لهم اللي هو بداوا البارتنر اللي هم اصحاب العياده يتجمعوا، اللي هو في ايه يعني انت اللي بتعمليه زياده؟ ليه العيانين يعني عامه الانجليز ما بيرتبطوش بدكتور، ما عندهمش الارتباط العاطفي، هم مش زينا في مصر خالص. هم وات ايفر مثلا الدكتور اللي بتابع معاه خلاص عادي تمام، مش لازم افضل نفس الدكتور ده اشوفه كل مره. ما عندهمش الكلام ده، هم مش عاطفيين اصلا، مش شعب عاطفي يعني. فلقيت لا دي حاجه غريبه. فبجد بشكرك جدا جدا يا دعاء، لان يعني فعلا يعني انا عايزه اقول لك ان انت فعلا اثرك دلوقتي في انجلترا، دي حقيقه. وبعت لاصحابي كتير كده برضه، وهم نفس الكلام برضه، يعني بعت لكذا حد من صحابي فيديوهاتك وبيحاولوا يتابعوكي ونعملها مع العيانين. فبجد قلت افرحك واعرفك بجد ان يعني حتى العيانين الانجليز لا حسوا ان في فرق، في حاجه مختلفه. الست دي بتقول كلام مختلف، وهو ستيل برضه طب، فاهماني؟ بس يعني طب بمفهومك انت.